السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس. يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما وعاجبكم. وان شاء الله حبايب قلبي النهارده معانا وصفة جميلة جدا وسهلة جدا، وهو الفطير المشلتت الفلاحي بمكونات سهلة جدا وجميلة جدا، وزي ما انتم شايفين كده في الفرن منتفخ وعاطي كده انتفاخ كده وقابب كده وجميل جدا. هيكون معانا المكونات الجميلة اللي انت شايفاها بقى، يعني هتخلي معاك الفطير المشلتت بكل سهولة طالع معاكي بالجمال اللي انت شايفاه ده. وكمان سر اللون بتاعه وسر التسوية بتاعته، ولا اسهل ولا احسن من كده. في ثواني حبايب قلبي هتعملي احلى فطير مشلتت بمكونات سهلة جدا وموجودة في اي بيت على فكرة. تقدري ان انت تعمليها في اي وقت تتخيليها وانت في بيتك، بدل بقى ما نشتريه من بره. برضو الفطيرة بتكون قد كده، هو حاجة بسيطة خالص وغالية، وما بيكونش طالع بالجمال اللي احنا شايفينه ده ولا بالطعم اللي احنا اكلناه ده. المكونات بتاعت حبايب قلبي دي كوباية كده من القشطة لماها انا من على وش اللبن اللي انا بجيبه واغليه، وكوباية من السمنة. والدقيق بتاع حبايب قلبي كيلو من الدقيق حبايب قلبي، نخلته كويس جدا وحطيت عليه معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. ودي المكونات بتاعتنا مفيش فيها اي صعوبة ولا اي افتكاسات ولا حركات ولا اي حاجة. هتعمليه في اقل من الوقت، ولا بتسيبيه ان هو يخمر ولا خميرة ولا حاجات من ديت. بيحتاج بس ان هو يرتفع معاكي اقل من 10 دقايق بس بيكون جاهز معاكي وتعمليه. هنا حبايب قلبي ضفت بقى على الدقيق زي ما قلت يعني ايه حاجة بسيطة خالص من الملح، ذرة ملح كده، والسكر. وانزل بقى بالمية بتاعتي. المية بتاعتي حبايب قلبي زي ما انتوا عارفين وفاهمين من الحنفية على طول، لاني احنا في الصيف طبعا مش محتاجين ان احنا نسخن مية ولا اي حاجة. لو انت في الشتاء وحابة ان انت تدفيها بس كده تكون فترة، دفيها. انما احنا في الصيف اخدنا المية من الحنفية على طول على الدقيق. ودوبت الدقيق كويس خالص بالمعلقة كده. وبعد كده مرحلة ايدي بقى لازم تشتغل، لاني خلاص مرحلة المعلقة مش محتاجينها خالص، مش هتقدر تعمل معانا حاجة في الوقت ده. حبايب قلبي بقى عجنتها شوية، وشوفيه بقى كده بسيبكم بقى شوية كده وبمسكه اديله بقى زي ما انتوا فاهمين كده شوية ابكاس وشوية عجن بقى لما يقول خلاص ارحميني بقى. هو ده العجينة بتاعتنا المظبوطة اللي بتكون معانا تطلع لي احلى فطير. لازم تخدميها كويس وتعجنيها كويس جدا، وكده بتكون اتعجنت معايا كويس خالص اهو. واخدتها بقى حبايب قلبي وحطيتها بقى كده في صينية مدهونة من السمنة او من الزيت، وغطيت عليها بقى كده بكيس من بتاع التلاجة او استرتش او اي حاجة عندك. سبتها قد ايه؟ سبتها 10 دقايق بالظبط او ربع ساعة يا دوب ارتفعت معايا كده، وكانت يعني ايه تقدري بقى ان انت ايه تقرصيها في الوقت دوت. صينية كده حبايب قلبي وضفت في قلبها كده معلقة من الزيت ودهنتها، يعني دهنة من الزيت كده. وبدأت بقى ان انا ايه اكور بقى العجينة بتاعتي كور صغيرة كده، يعني بالفلاحي كده تقريص قرصته صغير كده. عملت كده فطرتين من الكيلو الدقيق دوت، كبار ما شاء الله مش صغيرين خالص. ومليتهم من الخير بقى كده. في الوقت ده حبايب قلبي بقطع بقى العجينة زي ما انتوا شايفينها كده بكل سهولة ما فيهاش اي حركات. بقطعها بقى كلتها كده. كل فطيرة اخدت معايا 10 تقرصات من ديت، وواحدة كبيرة شوية اكتر اكبر من الحجم ده شوية، يعني 11 تقريصة لكل فطيرة. طلعت معايا جميلة جدا جدا ومورقة وسهلة جدا وطرية كده من جوه وشو يعني ايه وحاجة كده مقرمشة كده من بره من على الوش ده. انت وكمان دهنة بسيطة من الزيت كده، واغطيه بقى بكياس من المشمع او استرتش او اي حاجة عندك. لازم تغطيه بقى كده وتسيبيه ان هو يرتفع كمان شوية عقبال ما انا جهزت بقى الخلطة الجميلة الرائعة بتاعتنا بتاعة الفطير ديت. سبته يرتفع معايا. الخلطة ديت مكونة من ايه؟ مكونة معايا حبايب قلبي من كوباية صغيرة كده من الزيت، يعني لو كوباية مج كده من بتاع الشاي خدي نصه بس من الزيت. الزيت يعني طبعا بيقرمش لي وبيديني لون كده
لو ما فيش زيت مش مشكلة خالص، السمنة والقشطة بتاعتك بتغني، ودي طبعا يعني غنية جدا جدا بالفيتامينات وكل حاجة كده جميلة في قلبها. يا سلام بقى لو سمنة بلدي ما شاء الله، تشمي أجمل ريحة وتاكلي أحلى طعم. تعالوا بقى حبايب قلبي كده، بعد ما العجينة بتاعتنا اللي هو الكور بتاعتنا خلاص ارتفعت كده. بصوا تعرفي منين اللي هي ارتفعت؟ وانت بتخبزيه كده بقى بيفرد معاكي بكل سهولة، ما بيحتاجش ان انت تخبزيه خالص، ما فيش خالص خبيزة اهوت ولا في اي حاجة، يا دوب بمشي ايد عليه بيفرد معايا كده، وما شاء الله رق السجارة زي ما انتوا شايفين كده بيكون رقيق معايا جدا. هاتي بقى الصينيه اللي انت هتعملي فيها الفطيره بتاعتك الجميله ديت، وحطي فيها دهنه من الخليط بتاعك ده، وشيلي بقى الفطيره بتاعتك بكل سهوله، بتشيليها وبتحطيها في قلب الصينيه، وبتعملي غيرها بقى بحيث ان انت تخلصي كده الكميه معاكي بقى بكل سهوله. زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي الفرد ولا احسن من كده ولا اسرع من كده ولا اجمل من كده، ما شاء الله زي الفل وزي العسل معاكي، بيتفرد بكل سهولة. مفيش بجد بجد اسهل من كده، مش هتعرفي تعملي الفطير المشلتت. وكمان مش حكاية السرعة، مش حكاية الجمال اللي انتوا شايفينه ده، الله على طعمه، الله على ريحته كده جميلة جدا جدا. هتجيب معاكي بقى ريحة المخبوزات الجميلة جدا بتاعت الأفران. بس طبعا الطعم مختلف جدا 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 عن بتاع الأفران كمان. صلوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. دي حاجة متكلفة بالسمنة وبالقشطة، القشطة الجميلة بتاعتنا الفلاحي، يعني فيها خير، وبحط خير كتير اهو زي ما انتوا شايفينه، وبملاه كده من الخير عشان يبقى جميل معايا كده زي ما انتوا شايفينه. ما هو كل حاجة تكلفيها تلقيها، مش بتاع المحلات بقى اللي بيدهنوها بس من الزيت فقط، ما بيبقاش فيها اي يعني اي خير من الجمال اللي احنا شايفينه ده ما بيكونش فيها خالص. بتاكل الفطيرة اكنك مش شامة ريحة القشطة الفلاحي بتاعت الفلاحين الجميلة كده، اللي بتخلي الحاجة روعة وجمال بالمنظر الجميل الراقي اللي انتوا شايفينه ده. الله ما شاء الله، الله لو معايا بقى وشميتوا الريحة كمان، ولا في الجمال ريحة بعد كده ولا في الطعم طعم بعد كده، ما شاء الله. واللون والشكل كل حاجة جميلة جدا. الفطير بتاعنا النهاردة ما يتوصفش وما يتحكيش عليه. بس الكلام بتاعي خلص على كده. حابة بقى حبيبة قلبي ان انت تسيبيه كده مقرمش كده وجميل جدا، ما تحطيش عليه اي حاجة وسيبيه كده مقرمش. حباه يكون طري زي كده، ضيفي على صينية اكبر منه كده بقى او كيس من المشمع ان انت تغطيه يعني تمام، بيطلع معاكي طري كده وجميل كده، يعني مقرمش من على الوش وطري من جوه ورائع جميل جدا. بصوا بقى الورق بتاع الفطير بتاعنا مورق جدا جدا ورقيق جدا جدا وخفيف كده على قلوبنا ومعدتنا، ما شاء الله جميل كده. حاجة انت عاملاها بايدك في بيتك كده، عارفة حاطة فيها ايه ومكوناتها ايه وضمن اكلها لاولادك وليكي كمان. بناكل منه ما بنشبعش، الفطير ده عشقي الصراحة بحبه. هاتي عسل بقى اسمر، هاتي جبنة قديمة، هاتي اي حاجة عندك وكولي بيها احلى فطير ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الورقة بتاعتنا. اعملوا بقى لايك للفيديو وحطوا اشتراك للقناة حبايب قلبي، وفي حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.